نزلت تفاصيل جديدة عن الجريمة اللي صارت بالدكتورة بان، وكل هالتفاصيل اللي بدي ورجيكم اياها هلا. يعني بتدل انه البنت ما نهت حياتها بحالها، يعني ما في منطق وما في عقل بيقول انه البنت ممكن تنهي حياتها لحالها. هاي الجريمة لما شفتها وقرأت عليها قسما بالله انه من جوات قلبي الدايات على البلدان اللي نحن عايشين فيها، شلون عم يضيع دم الواحد هيك حرفيا. ما في قيمة لروح انسان عنا، يعني عادي اي انسان يموت، يعني شوف في مليون واحد عم يموت فعليا بالبلدان تبعنا، هيك بياخذوا انه في مليون واحد عم يموت ضلت على هي البنت. يعني والله العظيم عم بتضايق قديش دم الانسان صاير رخيص. يعني شوفوا هلا بعد قديش العالم كلياته واقف مع البنت، اخر شيء طلع التقرير بخصوص البنت. يعني هلا قد ما طالبت العالم وقد ما عملت العالم، خلص التقرير تسكر، انكتب بالتقرير انه البنت هي اللي نهت حياتها. خلص كل الادله الموجوده اللي رح اورجيكم اياها هلا اللي من جديد طلعت اصلا، وكل الشغلات المكشوفه، خلص اخر شيء التقرير قال لك انه نهت البنت حياتها. هلا رح اورجيكم فيديو قديم للدكتوره، واحد عم يسال انه اذا الواحد عنده اكتئاب او عنده مرض نفسي فينه مثلا يتشافى من هذا المرض ويعيش حياته. شوفوا العقلانيه والهدوء اللي عم تحكي فيه الدكتوره. شلون بدكم تقنعوا العالم انه مثل هيك بنت عقلانيه وعم تحكي بمنطق وبهدوء تقدر تنهي حياتها؟ لك وهي من الاصل دكتوره نفسيه. يعني بتعرفي هاي الحالات معقوله قاعده عم تشفي العالم وما قدرت تشفي حالها؟ يعني حتى انتم كمان شفتوا المقابلات تبع امه وابوه، لك ما بعرف هي ام واب هيك ممكن يحكوا على بنتهم ناهيه حياتها على اساس بنظرهم هيك الواحد بيحكي عليها؟ همهم بالمقابله كلياته يطلعوا انه ابنهم بريء، بس ما همهم البنت. ما في ردة فعل بتثبت انه البنت هيك عاديه راحت. يعني شلون انا قاعد عم بحكي معكم هيك الام طالعه بالمقابله وقاعده عم تحكي انه بنتي عندها امراض نفسيه واضطرابات نفسيه ونهت حياتها لحالها، وفوقها بتحكي بالمقابله ابني بريء. يعني انه بنتك ناهيه حياتها على اساس، طب هيك ردة فعلك انت؟ يعني والله العظيم ما بعرف شو هالاهالي. معقول الدنيا كلها واقفه مع الدكتوره واهلها ليه البنت مو واقفين معاها؟ خليني اورجيكم المقطع القديم تبعه وشوفوا معقول في بنت بتحكي بهالعقلانيه ممكن بعد فتره تنهي حياتها؟ يعني ما في منطق بيحكي هذا الشيء. وقد ما كان صاير معها مشاكل، لك وهي حتى الدكتوره نفسيه، لك هي المفروض تعالج حالها مثل ما عم تعالج العالم. اكو احتمال يشفى المريض النفسي من الاكتئاب والوسواس ويعيش حياته؟ اي اكيد، وهواية ناس تعالجت ورجعت لحياتها كلش طبيعي. المفتاح هنا هو المراجعة المبكرة والالتزام، سواء بالجلسات العلاجية أو بالعلاج الدوائي، وهي فترة ونعديها. أهم شيء هو إرادته إنه هو يتخلص من هذا المرض ولا يأجله. كل ما تتأجل كل ما تتأخر راح تزيد الأعراض وراح تزيد قوة يعني الإعاقة بالنسبة للشخص، وراح تصير تتحول من مشكلة يمكن حلها خلال أشهر إلى سنوات. فالحل هو المراجعة المبكرة والالتزام، سواء بالجلسات أو بالعلاجات الدوائية. ما بعرف والله العظيم ما بعرف قسما بالله. يعني الله يرحمها البنت، شو الواحد شو بده يحكي؟ يعني ما حدا طالع بايده شيء. في تفاصيل طلعت عن الحادثه اللي صارت، عم يقولوا انه البنت فاتحه ايدها من هون، وفي صور بتثبت هذا الشيء كمان. يعني مستحيل اطلع لكم هي الصور، وانا بتمنى ما حدا يبحث عن هي الصور لانه والله العظيم ما بتنشاف. الجرح على قد ما عميق مبين العظم تبع البنت. ما في انسان عم يحكي بهي الطريقه اللي وجدتكم اياها من شوي قدران يقدر يعمل بحاله هيك شيء. الانسان روحه غالي عليه اكثر من اهله حتى. شلون المنطق بيقول انه هي قدران تجرح ايدها لحتى توصل للعظم تبعه وهي بايدها عم تعمل هذا الشيء بدون ما تعيط، بدون ما تعمل اي شيء، بدون ما هي حتى تتردد؟ لكن الواحد اذا بده يجرح حاله عن قصد ما بيقدر يستحمل وجع حاله. قد ما كان الانسان مريض نفسي مستحيل يوصل انه يجرح حاله لحتى يوصل العظم تبع جسمه. طيب مثلا رح نفترض انه اوكي ممكن الواحد يقدر يعمل هذا الشيء. الواحد هلا رح اورجيكم كمان في واحد دكتور عم يطلع يحكي بهالموضوع. انت هلا افترض بدك تمسك سكين او بدك تمسك مشرط او بدك تمسك اي شيء، هي المسكه تبعك انت من هون عم تقدر تتحكم فيها، من هون العضلات عم تشتغل لحتى انت عم تقدر تمسك الشغله. البنت مو بس شالخه ايدها الثانيه كمان. يعني اوكي مثلا افترضنا انه البنت صاير معها شيء وشو ما كان يصير مثلا وقدرت هي تجرح حالها وتوصل للعظم، اوكي مثلا رح نقول تمام، بس ما عاد رح يكون عندها قدره تقدر تجرح ايدها الثانيه. هلا رح اورجيكم دكتور عم يحكي بهالموضوع، ودكتور عراقي كمان، انه ما فينا تمسك اي شيء، خلص ايدها انجرحت ما فينا، الجرح واصل للعظم. يعني انت بايدك ما حتقدر تستحكم، شلون قدرانه كمان تجرح ايدها الثانيه؟ والصور اللي طلعت عن البنت بتاكد انه في ضرب على الوش وفي حتى كمان مجروحه من رقبتها. معقول قدرت تعمل هذا الشيء كلياته لحالها هي؟ وكمان كاتبه عبارات على الحيطان. يعني ما بعرف وين المنطق اللي بيقول انه هي اللي عملت هذا الشيء كلياته لحالها. خليني اورجيكم الدكتور شو عم يحكي، وكلامه فعلا جدا منطقي. يعني ما في انسان فينه يعمل هذا الشيء. هذا علميا وطبيا ما درسناه في التشريح، ان الجانب الايمن للذراع يحتوي على الفلكسر مسلز اللي هي العضلات القابضة. اليوم اذا تمسك شيء بايدك لازم هاي العضلات سليمة تشتغل، هي والاعصاب اللي بيها. حتى تلزم سكين او تلزم مشرط او تلزم فرشة لازم هاي العضلات عاملة. فهنا لنفترض
نسأل سؤال افتراضي، نفترض شيء أنها حاولت أن تنتحر وحاشاها، فقامت بتشريح ذراعها الأيسر. لاحظوا السؤال الافتراضي، أنها قامت بتشريح ذراعها الأيسر، معناها أنها قضت على العضلات القابضة لهذا الذراع، وقضت على الميديان نيرف اللي هو العصب الوسطي. كلامه جدا منطقي وفعلا بيثبت انه البنت يعني مستحيل تكون نهاية حياتها. العالم عم تحط نسب بالمية انه ممكن تكون فعلا هي نهاية حياتها او حدا نهاية حياتها. لا، انا عم لكم 100% في حدا عامل هذا الشيء. البنت من حالها ما رح تقدر تعمل هذا الشيء كلياته. وفي فيديوهات عم تطلع من بعد هاي الحادثة اللي صارت لناس عراقيين ساكنين جوات العراق عم يحكوا لكم انه في جرائم صايره معهم، والتقرير اللي طلع قدر يتزور. الشخص اللي عامل جريمه مع العيله مثلا الفلانيه قدران يزور التقرير. هذا الشيء للاسف فعلا بيصير بالعراق. عراق فيها فساد بالبلد، مثل ما سوريا كمان. هلا بسوريا دم الواحد هيك عم يروح كمان لانه في فساد بالبلد. في بلبنان كمان فساد، في كتير بلدان عربيه فيها فساد. قدران انت فعلا تزور التقرير، قدران تشتري بالمصاري اللي بدك اياه بالبلد، لانه البلد فيها فساد. يعني للاسف عم بحكي بس انه دم الانسان بهديك البلدان كتير رخيص. والله العظيم دم العالم هيك ولا كأنه لعبة عم يروح الإنسان. طبعا من أول ما صارت هاي الحادثة وأغلب الشكوك عم تروح على أخوها. في بس قديم طلع لأخوها. خلينا نشوفهم مع بعض وتشوفوا الطريقة اللي رفيقه قاعد عم يحكي فيها على أخته. قاعد عم يحكي على أخته وأخوها ما عمل شيء، بس قاعد عم يتطلع فيه. خلينا نشوف الفيديو هلا بعدين نكمل بالموضوع هذا. انت شي مره قلت لك هيك قلت لي لا ناجم عافيه شاركوا البث شاركوا ايه عاشت شباب. اليوم عندنا توزيع، اليوم عندي توزيع شباب، عندنا توزيع لحم ضحايا، لحم غنم، لحم الأضحية، لحم الدكتور أفان، لحم الدكتور أفان. ناولك يا شباب عندنا توزيع ان شاء الله كباب اليوم. شيء اليوم عندنا في اخ بيعمل هذا الشيء ما بعرف انا، يعني عم يحكي له نبيع لحم اختك، وهذا الحكي صاير قبل الجريمه. يعني ما بعرف في ادله اكثر من هيك. هذا اللي قاعد على اليسار هو اخوه. انا بعرف انه رح تيجوا تكتبوا لي انه في كثير عالم هيك بيحكوا على اخوات بعض انه هن رفقات وبيسبوا بعض عادي. بغض النظر يصطفلوا، في عالم بتقبل انه هن يسبوا بعض، او يمكن اخوه شخصيته كثير ضعيفه بين رفقاته مثل رفقاته راكبينه، يعني عم يحكوا اللي بدهم اياه عليه. انا شخصيا كثير بعرف عالم هيك انه بيحكوا على اهاليهم، بيسبون بيهنون وما بيعملوا اي شيء، شخصيتهم كثير ضعيفه. بس انتم بس شوفوا النظره اللي عطاياها، مثل انه لا تفضحنا عم يطلع عليه نظره. يعني لا قاعد عم يطلع عليه نظره واحد معصب، ولا قاعد عم يطلع عليه نظرة واحد ديوس مثلا عم يضحك. النظرة مثل انه خلص لا تفضحنا خليك ساكت. هذا هو اخوه نفسه اللي كانت امه عم تطلع بالمقابلات وعم تقول انه ابني بريء ابني بريء، لانه كل العالم كل الاصابع عم تتجه على هذا الشخص. وشوفوا على البث اللي انتشر له قبل ما تصير هي الجريمة. انتوا اكتبوا لنا رايكم تحت بالتعليقات، انتوا شو بتشوفوا؟ يعني معقول البنت قدرت تنهي حياتها هيك؟ انا والله العظيم ما اللي مصدق. والله القصة لما شفتها قسما بالله قديش اتضايقت، قديش دم الانسان صاير رخيص عند العالم. مو بس عند العالم، عند الدول حتى. لك ما في قيمة لروح الانسان يروح عادي، في مليون واحد عم يروح 1000 باليوم عادي عندهم. انا والله العظيم مستغرب من العالم اللي عايشينه. يعني لهالدرجه صار القتل وانه الواحد يموت شيء عادي عند العالم. انا بتمنى انه العالم تضل تحكي عن هذا الموضوع، والعالم اللي بالعراق كمان تقدر تعمل شيء ياخذوا حق البنت فيه، مشان ما بكره هي الشغلات تتكرر والعالم تصير تعمل جرائم وتقول ليك هي جريمه قديش انشهرت واخر شيء ما طلع منها شيء. انا فعلا بتمنى انه هي الجريمه ما تتسكر، واللي عمل هذا الشيء يتحاسب مشان هذا الشيء ما يتكرر بكره بالمستقبل. فبس يا جماعة الخير هون وصلنا لنهاية الفيديو. اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات، شو رايكم بهي القصة اللي صارت، وانتم عمين بتشوفوا الحق يعني على اخوه، وكمان في طلعت ادلة على حدا بيقربه ومدري شو، ما بعرف انتم عمين بتشوفوا الحق. وبس حسابات التواصل الاجتماعي تلاقوها كمان كلياتها بالوصف. دمتم مدام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.